أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجكم من يجدها. معكم إيناس صمويل مع شخصيات نسائية من الكتاب المقدس، وبنفكركم إن البرنامج ده بيخص حواء، لكن أهلا بكل آدم يحب يسمعنا أو يشترك معانا. هدفنا الأول والأخير هو بناء أسرة سعيدة، أسرة سعيدة تكون الزوجة معينا نظيرا، ويترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. ميرسي لكل مشاركاتكم وأسئلتكم ومتابعتكم لينا. والنهاردة بنكمل كلامنا عن أمنا حواء اللي اتقال عليها إنها خرجت آدم من الجنة. يا ترى فعلا هي اللي خرجته من الجنة، ولا هو اللي كان نفسه يبقى زي ربنا في حكمته وقوته، ولا كان نفسه يعرف الخير من الشر، ولا كان نفسه يعمل الشر؟ على العموم مشكلة آدم وحواء دي مشكلة أزلية حلها رب المجد يسوع بميلاده وموته على الصليب وقيامته. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني وبنكمل قصة الخلق. بعد ما خلق الله آدم وحواء خلق كمان الحية، والحية هي رمز للشيطان، الشيطان اللي بيسعى وفي كل العصور ولغاية دلوقتي إنه يحرم آدم وحواء والبشرية كلها من ملكوت السماوات. ووجود الحية كان اختبار حقيقي لحرية الإنسان اللي كان اداها ربنا لآدم وحواء. لكن مع الأسف أغرت الحية حواء وأكلت من الشجر، شجرة معرفة الخير والشر، الشجرة اللي كانت طلب ربنا الوحيد في الجنة. من جميع ثمار الجنة تأكل إلا ثمرة معرفة الخير والشر. لكن الحية أغرت حواء وأكلت من الشجر، وحواء ادت لآدم وأكل هو كمان من الشجر. وقع آدم وحواء في خطية عدم الطاعة وكسر الوصية، وتشوهت الطبيعة البشرية، وكان العقاب بالانفصال عن الله والخروج من الجنة. وخرج آدم وحواء من الجنة علشان يقابلوا مصيرهم ويتحملوا عقابهم. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني وبنكمل كلامنا عن آدم وحواء بعد ما أكلوا من الشجرة وتبدل حالهم بدخول الخطية. خرجوا من مكان السلام والراحة والفرح لأرض الشقاء والتعب والعناء. إلا إن ربنا عمره ما سابهم حتى وهم في عز خطيتهم. وإنتي يا حواء، إنتي فعلا اللي ضيعتي الدنيا وبوظتي كل اللي بيعمله آدم. ساعات كتير بتقع حواء في نفس المشكلة ويتهموها إن هي السبب، خصوصا في العلاقات الخاطئة، ويرموا كل اللوم عليها. حتى لو كانت هي جزء بسيط من الغلط فكل اللوم يتوجه لحواء، وكأن آدم ما عملش حاجة. فالمجتمع الذكوري بيفرض علينا تصرفات مش بنفهمها أو مش بنحبها، لكن مضطرين إن احنا نقبلها. طب إيه يا رب؟ خلاص آدم وحواء هيخرجوا من الجنة، مش هتديهم فرصة تانية؟ دي غلطة صغيرة ما تستاهلش كل ده، ما كانتش ثمرة صغيرة من الشجرة اللي تعمل كل ده. المشكلة ما كانتش في الشجرة ولا في الثمرة، المشكلة كانت إن الطبيعة البشرية اتلوثت بمعرفة الخطية، وإن الوصية اتكسرت، وإن الخطية أجرتها موت، والدم هو تمن للخطية. علشان يجي رب المجد وبصليب ويقهر الموت، وبدمه على الصليب يدينا الحياة الأبدية. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني وبنكمل سلسلة متاعب حواء. فبعد خروجهم من الجنة ولدت حواء قايين البكر، واستحملت آلام الولادة، وفرحت بابنها اللي كانت فاكرة إنه هيكون سندها في الدنيا، وقالت اقتنيت رجلا. لكن يا خسارة، قايين كان حد الطباع، وولدت بعدها هابيل اللي حست إنه هيعوضها. لكن تيجي الكسرة التانية لحواء، ضربة قوية كسرت قلبها بإن قايين يقتل هابيل أخوه. إيه القسوة دي يا قايين؟ تقتل أخوك شقيقك؟ يا ترى تعمل إيه حواء وابنها قاسي كده؟ يا ترى قايين كان قاسي بسبب تربية قاسية؟ طب يا ترى كان المفروض إيه اللي تعمله حواء؟ تحاول معاه، تصليله، تكلمه، يمكن كان قلبه رق وما تسببش في قتل أخوه. يا ترى يا حواء كنتي بتفرقي في التربية ما بين قايين وهابيل؟ هابيل بقى الصغير المدلل اللي بيتعمل له كل حاجة، وقايين الكبير الراجل اللي المفروض يعمل كل حاجة ويستحمل كل حاجة. يا ترى هو ده السبب؟ ولا قايين كان شايل الطبيعة اللي فسدت بدخول الخطية
واللي ما استحملش إن ربنا يقبل ذبيحة أخوه وهو لأ، وارتكب أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، قتل مع سبق الإصرار والترصد، وبالرغم من إن ربنا حذره إن في خطية رابضة على الباب. طب ما فكرتش يا قايين إن الغلط ممكن يكون عندك أنت؟ اديت من ثمرة الأرض مش من بكوراتها، يمكن تكون اديت بإهمال أو تراخي أو بدون اشتياق أو واجب وبتخلص منه. يمكن مش هي دي الذبيحة اللي ربنا كان مستنيها منك. قدم هابيل من أبكار غنمه من سمنها، وقبل ربنا تقدمة هابيل اللي كانت رمز لذبيحة السيد المسيح. قايين كان يقدر يسود على الخطية زي ما ربنا قاله، لكن ما عملش كده، استسلم لغيظه وحقده ووقع الشيطان في الخطية زي ما وقع أبوه وأمه قبلها. بطلة قصتنا هي أمنا حواء، اللي هي كل واحدة فينا. لازم نخلي بالنا من ألاعيب الشيطان اللي ممكن تلوث أفكارنا وتبعدنا عن ربنا إحنا وأولادنا. الشيطان ما بيسكتش وبيحاول بكل الطرق إنه يوقعنا في الخطية. علشان كده لازم نكون متمسكين بوعود ربنا. نسل المرأة يسحق رأس الحي، ونعلم ولادنا إزاي بقوة ربنا نهزم الشيطان بالاعتراف والتوبة والاتحاد بجسد ربنا ودمه. أشوفكم في حلقة جديدة كل يوم سبت الساعة 9 مساء، في انتظار آرائكم ومشاركاتكم وأسئلتكم. كان معكم